السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها اللول. في الفيديو اللي فات وريتكم الفراخ، الفراخ بتاعتي اللي أنا دوشتكم بيها دي وهي عندها 38 يوم، واللي هو كان آخر يوم أصلا يعني العمر الفراخ دي، وقلت لكم إن أنا هذبحها في اليوم ده، وفعلا أنا ذبحتها في اليوم ده، كان قبل رمضان بيوم على طول. وزنتهم معاكم ووريتكم أوزانهم، وقلت لكم إن أنا يعني فعلا كنت فرحانة قوي قوي يعني بيهم. يعني أنا فعلا والله يعني كنت فخورة بنفسي كده. يعني أنا عارفة إن الكلمة كبيرة ويمكن تشوفوا إن أنا بأفور، يعني بأفور شوية، يعني ده شوية فراخ يعني. بس عايزة أقول لكم إن والله يعني زي أي حاجة في الدنيا، يعني زي أي حاجة يعني تكوني بتعمليها أول مرة. أي حد بيبتدي يعمل حاجة أول مرة ما كانش بيعملها قبل كده، عمره ما عملها في حياته وجربها وتنجح معاه من أول مرة، طبيعي إن هو بيحس كده إن هو يعني فرحان إن هو عمل حاجة حلوة يعني، وبيبقى عايز يعمل كده تاني ويتشجع وكده. فهو ده إحساسي بس والله، إن أنا يعني فرحانة إن أنا أول مرة أعمل في حياتي حاجة أنا عمري ما عملتها قبل كده وطلعت معايا حلوة ونجحت من أول مرة. برغم إن قابلني مشاكل كتيرة، يعني اللي هو الإسهال وحاجات كتيرة قابلتني يعني وأنا بربي الفراخ، يعني تعبتني. بس في الآخر الحمد لله النتيجة كانت حلوة قوي يعني، وفرحتني بصراحة قوي. وأكيد مفرحاكم انتوا كمان، وشايفين شكل الفرخة عامل ازاي. شايفين يا جماعة شكل الفرخة وحجمها قد ايه؟ فعلا والله العظيم شكلها يعني حاجة تهون عليكي التعب وحرقة الدم، ويعني وكل الحاجات اللي تزهق اللي قابلتني وانا بربيهم، ان كانوا بقى ان هم اتسرق نصهم، او الاسهال اللي كان طول الوقت عندهم، او حاجات كتير، يعني حاجات كتيرة بصراحة قابلتني كانت بتخليني يعني ايأس منهم، واكترهم طبعا ان هم لما اتسرق نصهم ده انا يعني اتضايقت قوي يعني. بس فعلا لما بتذبحيهم في الاخر وتملي التلاجة كده بقى وتبقى انت يعني في ظل غلاء الاسعار، وان الفراخ بره بسعر عامل ازاي، وانت عندك في بيتك آم، عندك حاجتك في بيتك، انت مش بتفكري او مش حامله هم ان انت تشتري حاجه من بره، ان انت هتروحي تشتري فرخه مثلا بمبلغ وقدره فعلا، وان قدرتي ان انت تشتريها مش هتشتريها تاني بقى دلوقتي خالص، لسه معاكي بقى يعني فترة عبال ما تفكري ان انت تجيبي فرخة تاني، لان هي بتبقى خلاص مش بمبلغ قليل زي الاول. فدي حاجة حلوة فعلا بتهون عليكي التعب اللي انت شفتيه معاهم، برغم ان هو والله يعني مش التعب اللي هو يعني مش التعب اللي في بالك خالص. انا قصدي التعب بالنسبة لواحدة اول مرة تربي بس، يعني ده قصدي بس الموضوع. لكن بالنسبة للناس اللي متعودين على الموضوع وبيعملوه دايما فهو مش تعب خالص يعني خالص. لكن زي اي حاجة يعني كلنا بنبتدي فيها اول مرة، فبتبقى يعني طبيعي ان هي صعبة، لان انتي مش بتبقي لسه في حاجات كتيرة انتي مش عارفاها، حاجات كتيرة مش فاهماها، لسه بتتعلمي حاجات كتيرة بتتعمل غلط، فبتبقي يعني زي ما نقول كده ما حدش بيتعلم ببلاش، هو كده. بس بالمهم قلت لكم ان انا هوريكم شكل الفراخ بعد ما ريشتهم. بصراحة انا ما مش انا اللي ذبحتهم ولا انا اللي ريشتهم. انا في اليوم ده كان صباح على طول رمضان، وانا بصراحة ما كنتش فاضية خالص، انا كان ورايا حاجات كتيرة قوي في الشقة ان انا اعملها، وبصراحة ما كنتش فاضية خالص، وهم يعني اكيد كان هياخدوا مني وقت طويل قوي. غير كده كمان يا جماعة انا قاعدة في شقة يعني بصوا كان هيملوا لي الدنيا دم، يعني كان هيبهدلوا لي الشقة خالص ودم وموال وانا اصلا والله ما كنت فاضية خالص. انا مش من الستات اللي هي بتيجي يعني بنشوف دايما، وبالذات على اليوتيوب بقى لو انتي مثلا بتتفرجي على فيديوهات او كده في الفترة اللي فاتت بالذات، تجهيزات رمضان، تنظيفات رمضان، وفي ناس كانت بتعمل تنظيفات رمضان دي من قبل رمضان اصلا بشهرين ثلاثة. انا مش عارفة ازاي هما هينضفوا رمضان وهينضفوا الشقة ويسيبوها يعني مثلا لحد رمضان مش هتتبهدل تاني. المهم يعني انا قصدي اقولكم ان انا مش من الستات دي خالص، انا مش من الستات اللي بتقعد تنظف قبل رمضان بفتره، او مثلا تقعد تجهز للحاجه كده، او مثلا النهارده هنضف مش عارفه التلاجة، بكره هنضف مش عارفه ايه، النهارده هغسل السجاد، بكره الستاير، اللي هو اعمل واحده واحده، فعبل ما يجي رمضان مثلا اكون انا كده خلصت كله، رمضان يدخل عليا بقى وانا شقتي نظيفه من غير ما كنت تعبت. لا انا ما بعملش كده، انا بعمل كل اللي الستات بتعمله عادي خالص، من تجهيزات رمضان ومن تنظيفات رمضان والحاجات دي، بس في يوم واحد او بالكتير يومين. انا عارفه ان دي حاجه غلط، يعني فعلا حاجه غلط، من الصح ان المفروض الواحد يعمل حاجه علشان ما يتعبش نفسه. انا مش كده، انا غير البشر ما تعرفوش في بالظبط. انا بكركب الدنيا على دماغي واعمل كله في يوم واحد او في يومين، يعني ده لو انا كده يعني طولت. بس فانا ما كنتش فاضيه خالص، اول اللي هو يعني قبل رمضان بيوم ده انا ما كنتش فاضيه خالص والله.
كنت عمالة اغسل في ستاير وامسح في الشقة وافك القعدة العربي واغسلها، وكان عندي مواعين حاجات كتيرة، بقى تنظيفات رمضان بقى، يعني حاجات كتيرة قوي كانت غسيل الفرش والارضيات والحاجات دي، حاجات كتيرة بصراحة والله. فزي ما بقول لكم انا يعني مش من الناس اللي هي خلاص بقى نضفت رمضان وخلصت، لا انا عملت كله قبل رمضان بيوم واحد اصلا. ففعلا والله ما كنتش فاضيه خالص، فعشان كده انا خدتهم ونزلتهم يعني عند حد كده وهو عملهم لي وطلعوهم لي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده، متريشين. وبصراحه هي منضفاهم والله كويس قوي وملمعاهم، يعني مفهومش حاجه خالص. بس طبعا يعني فراخ، فيعني المفروض طبعا ان احنا مش بنعتمد على حد اعتماد كامل، يعني لازم ناخدهم في البيت الاول ويعني ونعيد عليهم نظافه اكتر، ده يعني اساسي مهما كنتي منضفاهم عند مين يعني. فهي كانت جايباهم لي زي ما انتم شايفين كده، بصراحه يعني متنضفين حلو قوي يعني. وكانت حاطه لي كمان الرجلين لوحديها وبرده منضفاها كويس، يعني كان فيها بس حاجات بسيطه كده. وحاطه لي في كل فرخه بقى الكبده والقونصه بتاعتها والقلب، يعني بصراحه يعني مظبطاهم والله العظيم، يعني تسلم ايديها فعلا. زي ما انتم شايفين بقى كده، شايفين شكل الفراخ عامل ازاي. انا حبيت ان انا اوريكم الفراخ بالشكل. انا كان ممكن ان انا يعني اخر فيديو ان انا اعمله معاكم اللي هو لما وزنتهم واوريكم وزنهم وخلاص على كده. بس انا حابه ان انا اشجعكم، لان فعلا والله يا جماعه الموضوع يستاهل فكره ان انت تربي حاجه في بيتك، يعني طبعا توفير اكتر بكتير من ان انت تشتري من بره. والحاجه التانية اللي احنا متاكدين منها واللي اكيد كلنا هنتفق عليها اللي هي النظافه. فكرة ان انت تربي الفراخ دي في بيتك وتبقى انت ضامنه هي متربيه ازاي، انت اللي مأكلاها من اول يوم لاخر يوم، انت متاكده ان هي ولا واخده بقى حقن هرمونات ولا العلاج ولا الحاجات الغريبه اللي هم بيدوها لها دي. فانت عارفه انت بتاكلي ايه اصلا، اكيد حاجه نظيفه وحاجه احسن واطعم من بره بمليون مره. بس فانا حبيت ان انا اوريكم شكلها وهي متريشه كده وانا بقطعها عشان اوريكم شكل اللحم بتاعها من جوه، ما تبقاش بس شكل كده وهي بريشه زي ما هي، شكل لحمها من جوه عامل ازاي، شكل حجمها اصلا عامل ازاي. انا لما شفت حجمها والله بعد ما الوليه طلعتهم لي انا فعلا والله العظيم استغربت يعني وفرحت قوي، يعني الله شكلهم حلو قوي. شايفين الفرخه تحس ان هي ضخمه، شايفين الفرخه كان شكلها عامل ازاي، الصدر واخد نص الشاشه اصلا. بس فحابه اقول لكم يا جماعه والله العظيم جربوا، اللي بتفكر ان هي تربي فراخ في البيت اعملي كده. بس قبل ما تعملي كده حاولي بس ان انت تاخدي شويه خبره كده الاول في الموضوع، علشان يعني ما تقعيش في كل المشاكل اللي انا وقعت فيها. واهم حاجتين انا هقولك عليهم، اول حاجه اللي هتنجح الدوره معاكي، اول حاجه انك تحافظي على الفراخ ان هي ما يجيلهاش اسهال، وده بالتهويه، انك طول الوقت تبقي مهويه لهم المكان و... والمكان مش مكتوم كده، يعني طول الوقت المكان يبقى متهوي فما يجيلهمش اسهال خالص. تاني حاجه بقى النظافه. تاني حاجه النظافه دي يعني انا عايزاكي تتعاملي معاهم كانهم ولادك، زي ما بتربي ولادك كده يعني. او انتي يعني يا جماعه احنا مش لما بنقعد مثلا في مكان ريحته مش حلوه بنبقى متضايقين؟ لو احنا قاعدين في مكان ريحته مش حلوه بنبقى متضايقين من الريحه، هم نفس الموضوع بل اكتر كمان، لان هم مناعتهم اقل مننا بكتير، فمحتاجين طول الوقت ان المكان اللي هم قاعدين فيه انتي نفسك تبقي شامه ريحه حلوه وانتي قاعده فيه. يعني انتي عايزه تعرفي هم مرتاحين ولا لا، خشي العشه واقعدي فيها، شمتي ريحه وحشه خليكي عارفه ان كده في حاجه غلط، لازم على طول تنضفي تحتيهم ما تخليش في ريحه وحشه. شم ريحه او مش شم، يعني مش شم ريحه مفيش ريحه في المكان ولا حلوه ولا وحشه، يبقى هو ده الصح. مفيش ريحه يبقى خلاص كده هم يفضل مفيش ريحه مفيش اسهال، خلاص كده دول اكبر مشكلتين، ايه اللي هي النظافه وعدم وجود اسهال. بس وطبعا الحاجات دي انا هكلمكم عنها بالتفصيل بعد كده. طبعا انا مش خبيره قوي ولا اي حاجه يعني، بس انا يعني هقول لكم على اكتر حاجتين انا وقعت فيهم كتير، اللي هما الحاجتين دول الاسهال اللي هو واجهني كتير قوي، وتاني حاجه النظافه. فانا هكلمكم في الموضوع ده بعد كده ان شاء الله بالتفصيل. المهم بقى شايفين شكل الفرخه عامل ازاي، والله العظيم فعلا حاجه جميله. انا قطعت يا جماعه الصدر اللي هو الجزء اللي لوحده ده على 3، يعني الصدر نفسه كله متقطع على 6، على كم، ايوه على 6 والله. شايفين بقى، شايفين اللحم من جوه عامل ازاي، والله العظيم وطعمها روعه، ناعمه كده وجميله من جوه غير بتاعت بره خالص خالص والله. اللي بتفكر ان هي تربي فراخ في البيت اعملوا يا جماعه وما تفكروش وخدوا القرار والله العظيم واعملوا كده، مهما العلف غلي ومهما شفتي الموضوع صعب فهو في الاخر والله احسن بكتير من انك تجيبي من بره، احسن بكتير والله. شايفين بقى الفرخه اللي انا ركنتها على جنب دي هعملها كلها اول يوم رمضان، حطيت معاها حتى الرجلين بتوعها والكبده والقونصه، اعملها اول يوم رمضان ان شاء الله.
او يعني عملتها خلاص، بس الفيديو ده متصور قبل رمضان. عايزه اقول لكم بقى ان انا في اليوم ده يعني والله العظيم، والله العظيم انا بنتي فضلت قاعده اكتر من ساعتين كده متواصلين، هتموت من العياط وعلى صرخه واحده، والدموع تسح كده وتجري من عينيها، وتقول لي انت ازاي ذبحتي الكتاكيت؟ كنت سيبي لي حتى كتكوت واحد، هي بتقول لي كده، كنت سيبي لي حتى كتكوت واحد العب معاه، وزعلانه ومش مصدقه ان انا ذبحتهم. يعني ما اعرفش وانا سايبه اللي ورايا واللي قدامي، ولا والله في اليوم ده كان ورايا مليون حاجه مش فاضيه خالص، وسايبه اللي ورايا واللي قدامي، وقاعده عماله احايل فيها وافهمها ان احنا ازاي يا رضوى لازم نذبحهم، احنا اصلا جايبينهم علشان كده ناكلهم وبعدين ناكلهم مفيش فايده فيها، مش راضيه تفهم. على فكره والله العظيم انا كمان زعلت عليهم، يعني كنت كل شويه كده اخش ابص عليهم كلوا ولا ما كلوش، اصحى من النوم اشوفهم شغالين دماغي طول الوقت، كنت تحسوا كده ان احنا يعني بقينا عشره بس يلا بقى كله فدكرش. بس كده الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هعمل لهم محلول نقع وافكار، وهنضفهم كويس قوي، وافكار بقى كتير كده لتقسيماتهم وازاي يكفوا معانا شهر رمضان.